مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. كل حاجة في الدنيا ليها حدود، حتى الحاجات الحلوة. الزيادة عن الحد بتقلب للضد، وأكتر ناس بتتوجع هم اللي كانوا بيعملوا كل حاجة بزيادة. أوقات بتحب بزيادة فبتبقى عبء، تدي بزيادة فتبقى مستنزف، تسامح بزيادة فتبقى ضعيف في نظر اللي قدامك، تتساهل بزيادة فتبقى وسيلة مش شخص ليه قيمته. كل حاجة لما تزيد عن حدها بتخنق، حتى لو كانت نيتها خير. واحدة قالت لي كنت بدي دايما وقت وحب وطاقة وتبرير واهتمام، ولما اتوجعت كنت بقول لنفسي معلش يمكن يتغير، ولما انسحبت قالولي انت اتغيرتي، بس محدش شاف اني كنت بعمل كل حاجة بزيادة، وان اللي حصل لي اني اتعلمت اختار قد ايه واختار انسحب امتى في الوقت الصح. مش معنى انك طيب انك تعيش مستباح، مش معنى انك بتحب انك تمحي نفسك، ومش معنى انك بتسامح انك تنسى كرامتك. الزيادة مش دايما حب، أوقات بتكون تعلق، وأوقات بتكون ضعف أو خوف من الفقد، مش وعي بالحب. تعالوا أقول لكم خطوات توازن بيها نفسك. أولا، اسأل نفسك أنا بعمل ده ليه؟ عن حب ولا خوف ولا تعود؟ كمان قسم طاقتك، ما تديش كل حاجة لشخص واحد مهما كان. في أهلك، شغلك، نفسك، كلهم محتاجين جزء. اتعلم تقول لأ علشان تعرف تقول وانت مرتاح. امشي على مبدأ اللي ما بيتقدرش يتقلل، دي نجاة مش قسوة لنفسك. قولولي ايه الحاجة اللي اكتشفتوا انكم كنتوا بتعملوها بزيادة ولما قللتوها ارتحتوا. خلي في قلبك حبة طبطبة، وخلي في حبك وعطائك واهتمامك دايما توازن، علشان ما تتوجعش وما توجعش. أنا رشا علي، ودي كانت حبة طبطبة للنهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.